السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. عربية هيونداي توسان، هي بالمناسبة اسمها توسون مش توسان، فهنقول بقى توسون. عربية هيونداي توسون هي واحدة من العربيات القوية جدا في السوق المصري. عربية بتقدم بحاجات ومميزات جامدة جدا، بتقدم كمان بكذا فئة. خلينا برضه نقول لحضرتك إن العربية دي هي الحصان الرابح عند شركة هيونداي، أقوى عربية اس يو في عند شركة هيونداي. وكمان العربية أساسا يعني تحس إنها كده توليفة غريبة من العربيات. يعني هي بالنسبه لها اسم توسون ده اسم مدينه امريكيه، فكده حضرتك بتتكلم في قاره. والعربيه نفسها من شركه كوريه، فحضرتك كده بتتكلم في قاره اسيا. والعربيه كمان بتطلع من مصانع في التشيك، مصانع هيونداي في التشيك. يعني كده حضرتك بتتكلم في قاره ثالثه اللي هي اوروبا. يعني العربيه كده الشركه نفسها كوريه اسيويه، وكمان العربيه بتطلع من مصانع تشيكيه في اوروبا، يعني التصنيع نفسه او التجميع اوروبي، والاسم نفسه امريكي. وحكايه الاسم ده بقى هتوديك ناحيه ان العربيه تصميمها شبه صندوقي برضه. يعني في بقى ايه، في التصميمات من بره ومن جوه مهتمين كده بالتفاصيل، تفاصيل صندوقيه. فالعربيه بقى العربيات اللي بتبقى تصميمها صندوقي بتبقى عربيات قويه، بتديك بقى امكانيات قويه، ما بتبقاش تصميمها انسيابي قد ما هي قويه. وده بقى اللي هنشوفه ان شاء الله من خلال استعراض العربيه في الفيديو. العربيه كمان في السوق المصري هي تاني عربيه من ناحيه المبيعات كعربيه اس يو في، بعد اختها بقى الكبيره او اختها اللي زيها كيا سبورتج. بالمناسبه برضو هي اسمها سبورتج مش سبورتاج. فسبورتج هي الاولى عشان بتيجي بالفتيس العادي جدا، اوتوماتيك عادي جدا، ما فيهوش بقى ايه الدول كلاتش ولا الكلام ده. طبعا حضراتكم عارفين ان الدول كلاتش خصوصا كمان التبريد الجاف اللي بيجي بقى في توسان او توسون ده بيكون بقى في مشاكل وفي تغيير كلاتشات وفي صيانات بقى غاليه، ولازم حضرتك تتابع بقى الصيانات بتاعته. لكن بقى الاوتوماتيك العادي او الفتيس الاوتوماتيك العادي ما فيهوش الكلام ده كله، فتيس اعتمادي. وطبعا كلنا كمصريين بندور بقى على الحاجات الاعتماديه اللي ما نقدرش نيجي وراها ونروح كل شويه نعمل لها صيانات ويبقى فيها مشاكل لو ما حافظناش على الصيانات بتاعتها ولو ما غيرناش بقى الكلاتشات بتاعتها. هيونداي توسون مليانه تفاصيل طبعا يا جماعه، فمعلش بس استحملونا في الفيديو لان الفيديو هيطول شويه. بالنسبه بقى لاسعار العربيه، فالفئه اللي معانا في الفيديو هي اعلى فئه، بتقدم بسعر 2 مليون 275، ده بقى السعر الرسمي ليها. لكن طبعا بقى حضرتك لو رحت المعارض هتلاقي السعر اغلى من كده بكتير، طبعا ممكن يخش مثلا في 2 مليون 800 او 2 مليون 900. فطبعا حضراتكم شايفين الفجوه الكبيره بين سعر المعارض والسعر الرسمي. فلو حضرتك تقدر تجيبها من التوكيل مفيش مشكله، وان كنا برضو عارفين ان التوكيل هيبقى صعب انها توفر فيه، فممكن تبقى في المعارض اكتر. ولو حابب بقى تعرف اسعار الفئات الثانيه فننصح حضرتك بقى بتطبيق، هتلاقي التطبيق بقى فيه اسعار محدثه اولا باول، في الثانيه بقى في اللحظه اللي هتخش فيها على الفيديو تقدر تعرف بقى الاسعار بتاعه كل عربيه في وقتها في تاريخها كده. يعني احنا ممكن النهارده بنعمل الفيديو بتاريخ مثلا معين والعربيه بسعر معين، ممكن بكره لما حضرتك تتفرج عليه تلاقي السعر اتغير. هيونداي توصل من ناحيه الموتور، فهي بتنزل الموتور ال 1600 سي سي تيربو، موتور بقى بيتسمى كده بتقنيه ستريم انجن، بيطلع قوه 180 حصان مع عزم اقصى للدوران 265 نيوتن، بيطلعوا بقى عند 1500 لفه في الدقيقه. فالعربيه ادائها حلو جدا يا جماعه، عربيه رياضيه وقويه من ناحيه منظومه الحركه ومن ناحيه الاداء بتاع الموتور والكلام ده كله. ده كله بقى متوصل بفتيس دول كلاتش جاف دراي، تبريد جاف مش ويت. وطبعا زي ما قلنا من شويه ان الفتيس ده لازم بقى تهتم بصياناته وبتغيير كلاتشاته بقى والقصص دي كلها. يعتبر بقى يعني مش حلو بالنسبه للفتيس اللي هو التبريد الويت او التبريد المبلل. وزي ما شايفين حضراتكم هنا في عزل او بطانه في الكبوت من جوه، لكن مفيش للاسف مساعدين لرفع الكبوت. بس العزل ده بقى بيخلي مفيش صوت للموتور جوه المقصوره، ده هنتكلم ان شاء الله عليه في اخر الفيديو. بالنسبه لمواصفه العربيه فهي كروس اوفر كومباكت مدمجه، بتقدم بقى بابعاد الطول بيكون 4 متر ونص والعرض بيكون متر و86 سم. العربيه يا جماعه عريضه من جوه، فهتلاقي مساحتها من جوه واسعه بالنسبه للعرض، مع طول قاعده عجلات 2 متر و68 سم، مع خلوص ارضي 17 سم. ده بقى موجود في الكتالوج، لكن العربيه تحسها اعلى من كده على الارض، يعني مش 17 سم، ممكن تخش مثلا في 19. العربيه من ناحيه التصميم فاحنا يعتبر العربيه دي من بعيد كده ممكن تشوفها مثلا من حوالي 50 متر لو نظرك قوي، يعني تعرف ان العربيه دي هي هيونداي توسون. بصراحه تصميمها شيك جدا ومميز جدا وفريد جدا. يعني حضرتك بقى هتشوف من هنا ده بقى هنا الشبكه اللي قدامانيه دي، هم بقى بيسموها تصميم بيراميدريك جوي، يعني تصميم هرمي ماسي. 4 نقط بقى للفوانيس دي بقى الاضاءه النهاريه مدمجه مع الشبكه. لما بقى حضرتك تطفي الفوانيس هتلاحظ ان اساسا الترمات اللي هي ماسيه كده في الشبكه هتلاحظها برضو بتديك النور كانها بالظبط منوره زي برضو الاضواء. فتصميم عصري جدا وشيك جدا. وهنا نور الاشارات بيكون هالوجين. وبالنسبه للفوانيس الرئيسيه فبتكون تحت بقى على جنبين الاكسدام بشكل مربع، شكلها شيك جدا طبعا. وده العربيه يا جماعه قويه، اضاءه كويسه جدا. وطبعا عشان دي بقى اعلى فئه فهتلاقي فيها كاميرا عشان الكاميرات 360 درجه،
وهتلاقي كمان فيها حساسات ركنه اماميه. هنا هنلاحظ برضو ان احنا لسه مكملين مع قدام. العربيه برضو هنا هتلاقي بقى في خطوط فوق الكبوت بشكل انسيابي جدا عشان بقى الايرودايناميك بتاع العربيه، مقاومه الهواء، وعشان كمان يديها بقى استهلاك بنزين اقل. العربيه مليانه تفاصيل، مليانه، يعني ما تقدرش مثلا حته معينه كده تسيبها وتمشي غير لما تلاقي نفسك بتتكلم عنها باستفاضه وبكلام كتير جدا. من الجنب بقى اول حاجه هتلفت نظر حضرتك حاجات بقى بيسموها يا اخوانا السمكريه نحت. نحت يعني ايه؟ يعني هتلاحظ ان في هنا خط بيبقى طالع ويخلص وينزل كده بنحت بشكل منحوت، مش تصميم عادي، مش خطوط عاديه، لا منحوته. تمام. وبرده في خط ورا، وكمان في العتب من تحت برده في خط. الحاجات دي طبعا شكلها شيك جدا وشكلها عصري وفريد وهجومي ورياضي وكل حاجه، وقول زي ما تقول. لكن من ناحيه العمليه ومن ناحيه بقى صيانات العربيه، فالكلام ده كله لو رحت مثلا، لو حضرتك اشتريت العربيه ولا قدر الله حصل حاجه للاماكن دي، الميكانيكيه بقى يقول لك لا مش هنعرف نتعامل معاها، او السمكريه اسف مش هيقدروا يتعاملوا معاها. فالقصه دي هيبقى يقول لك هنشيل الحاجه زي كده ونركب لك واحده جديده، مش هينفع ان هم يدووها للاسف. فهي شكلها شيك جدا وعصري وجميل وممتاز، لكن كعمليا لا، هي شكلها يعني مش هتديك النقطه العمليه. موجود طبعا المرايات الكبيره اللي فيها اشارات جانبيه، وفيها كمان كاميرا في كل مرايه، وفيها طبعا خاصيه الضم والاغلاق مع قفل وفتح العربيه. وموجود كمان بقى بصمه في اوكر الابواب، مع كمان الجنوط 19 بوصه بنقشه رياضيه جامده جدا. والازاز اللي ورا بقى بيكون فيميه او مظلل او ملون عشان بقى خصوصيه الركاب اللي جوه العربيه. من الظهر بقى هنا هنلاحظ ان الشكل بقى مكمل كده، الشكل المميز بتاع العربيه كله من فوق لتحت. هنلاقي بقى هنا السبويلر المدمج او الجناح الطاير كده جواه نور الفرامل، وبعد كده بقى علامه هيونداي مدمجه جوه الازاز او البريبريز اللي ورا بقى. الناس بقى اللي بتجمع علامات العربيات للاسف مش هتعرفوا بقى تسرقوا العلامه دي. شكل الفوانيس هنا على شكل انياب او مخالب او حرف الاتش، مع بقى اللايت بار اللي شكله جامد جدا، مع هنا برضو الكاميرا الخلفيه وحساسات الركن الخلفيه. الشنطه هنا بتفتح بطريقه الكهرباء، مساحتها من جوه بتكون 503 لتر، مساحه كبيره طبعا للتخزين بقى والتحميل والسفر وبتاع. شنطه مساحتها كبيره جدا. من ضمن بقى التجهيزات اللي موجوده في الشنطه هنلاقي وحده اضاءه هالوجين، وكمان مخرج 12 فولت، وكمان هنا برضو موجود سماعه من ضمن الثمان سماعات اللي بيكون في العربيه من بوز. هنا بالنسبه للسقف فهنلاقي فيه روف راكس باللون الاسود مع لون السقف، مع فتحه سقف بانوراما، بس هنشوفها اكتر بقى لما نخش جوه العربيه. اخر حاجه بقى بره العربيه ان وزن العربيه كله على بعضه 1500 كيلو جرام. العربيه وزنها تقيل، طن ونص، والتانك بقى بيشيل لحد 54 لتر. جوه العربيه بقى هنلاقي مساحات جميله مع ماتيريال ممتاز مع تصميم جميل. اول حاجه بقى نلاقيها في بطن الابواب من جوه الماتيريال من فوق بيكون بلاستيك، بس بلاستيك سوفت. تحت شويه نلاقي بقى تطعيمات من الجلد مع القماش في منطقه الكوع، واماكن تخزين صغيره مع السماعات البوز اللي موجوده بقى منتشره جوه العربيه. مساحات الدخول للعربيه مميزه جدا وكويسه جدا، المساحه تقريبا 80 او اكتر من 80 حاجه بسيطه. ماتيريال فرش الكنبه والكراسي بيكون جلد خامه حلوه جدا، مع مساحات رجلين مميزه. نفق الفتيس هنا بيكون واطي مش عالي، والسقف طبعا عالي كمان طبعا عشان فتحه السقف البانوراما. التجهيزات بقى اللي موجوده في الكنبه في مسند يد جلد، في 2 كاب هولدرز. مساحات الليج روم والهيد روم بصفه عامه يا جماعه في العربيه جميله جدا في الصالون. وكمان بقى نلاقي هنا بالنسبه للتهويه، التهويه جيده جدا بالنسبه للركاب. شايفين بقى فتحات التكييف العموديه شكلها شيك جدا عشان بقى التهويه توصل للركاب اللي قاعدين على الكنبه. وكمان معاهم بقى مخرج يو اس بي عشان يشحنوا تليفوناتهم براحتهم. لو طلعنا بقى قدام في مقصوره السائق، اول حاجه هنلاقي ماتيريال الابواب سوفت ماتيريال بقى اكتر شويه من الابواب اللي ورا، يعني هو برده بلاستيك من فوق وبرده نفس التطعيمات والكلام ده كله مع مساحات تخزين مع السماعات البوز. بس اللي يختلف بس ان ماتيريال الابواب من فوق اطرى شويه من ماتيريال الابواب اللي ورا. الكراسي هنا التصميم بتاعها ممتاز، تصميم رياضي، والتحكم فيها كهرباء للكرسيين، كرسي السواق بقى وكمان كرسي الراكب قدام مع تبريد للكراسي. طبعا دي حاجه كويسه جدا ان بقى يكون في خاصيه تبريد للكراسي، ما يكونش بقى في خاصيه تسخين. التسخين هنحتاجها على ايه؟ الجو عندنا حر جدا، حتى في شتاء الجو برده بيكون مش الشتاء اللي هو الجامد قوي. وموجود كمان بقى خاصيه دعم القطنيه في كرسي السائق وكرسي الراكب الامامي. هنا كونسول السائق بقى بيبدا بمسند يد جلد جواه مساحه تخزين كبيره، وحلاوه بقى المكان ده كله مساوي كده لبعضه، التعامل معاه حلو جدا بقى مع الشاشه مع القصص دي كلها. هتلاقي حضرتك كده قاعد بتعامل كانك انت مثلا ايه قاعد في البيت. موجود بقى كاب هولدرز مع فرامل يد الكهرباء مع زرار الفتيس الشيفت باي واير. موجود كمان شاحن وايرلس في المنطقه دي مع فتحات يو اس بي، مع بقى زراير بقى كده لايه لتبريد الكراسي، مع مساعده نزول المنحدرات والتحكم في الحساسات، وزرار الكاميرات المحيطيه والاوتو هولد والدرايف مود. وفوق برضه هنلاقي زرار ديفيوز، ده بقى حاجه جميله جدا. ليه؟ لان العربيه يا جماعه موزعين فيها الهواء، حاطين بقى التنيمات كده في الابواب بشكل شيك جدا، والتنيمات دي بتوزع بقى الهواء جوه العربيه للي قاعدين، فده يخلي بقى صوت كمان التكييف صوته مش عالي، وكمان تحس ان التكييف نفسه 3 دي حواليك كده وانت قاعد. موجود بقى هنا الشاشه الطوليه البيلت ان جوه التابلو، مقاسها 10 وربع بوصه تاتش، ابل كار بلاي بقى واندرويد اوتو. وطبعا تقدر تتحكم من خلالها بقى في الميديا والكاميرات المحيطيه والنافيجيشن او نظام الملاحه.
تقدر بقى تتحكم من خلالها في حاجات كتير، وكمان الريزولوشن بتاع الكاميرات المحيطيه اللي فيها حلو جدا. موجود كمان تحتيها بقى زراير كده للتحكم في وحده التكييف، مع بقى زراير التحكمات في الميديا وتعليق وتوطية الصوت والراديو. بالمناسبه هنا نظام الصوت بيكون 8 سماعات محطوطين بقى العربيه هنا، منهم بقى في واحد ساب ووفر كده فوق التابلو، وكمان في بقى واحده في الشنطه، والباقي بقى في الابواب. موجود كمان واحده عند الركبه بتاعه الراكب الامامي. التكييف بيكون دول زون، تبريد بقى ممتاز مع فتحات التكييف طبعا اللي ورا اللي شفناها، مع كمان فتحات تكييف فوق الشاشه. مكانها كويس جدا يا جماعه، عشان بقى ما تقرفش بقى اللي بيسوق، ما تجيش بقى في وشه وتضرب في وشه وتعملوا بقى مشاكل وبرد والقصص دي كلها. خامه التابلو بتكون سوفت، وتصميم المكان ده نفسه حلو جدا. راجع لورا بقى كده عشان يديك مساحه للراكب الامامي، وكمان للسواق تدي مساحه حلوه جدا بقى عشان الرجلين والكلام ده كله. موجود بقى جنب الشاشه الوسطيه في شاشه اعدادات ديجيتال 10 وربع بوصه، بيتغير بقى فيها الاشكال حسب نمط القياده او مود القياده، زي ما حضراتكم كده شايفين الايكو والسبورت والنورمال. شكلها شيك جدا طبعا. وكمان بقى هي مكانها نفسه تصميمها منفصل، تحسها تاب كده صغير ورا الطاره. فيها بقى نظام ضغط الاطارات، وفيها كمان تنبيه السائق بقى في حاله الغفله لو لا قدر الله حصل له حاجه، وتنبهه كمان ان هو بقى يشرب قهوه عشان يفصل، والسرعات والار بي ام والساعه ومنسوب الزيت، وغيرها بقى من خصائص الشاشه. قدامها موجود الطاره المالتي جلد فورس بوكس، او 4 بقى فتحات كده، تقدر بقى تتحكم من خلالها في مثبت السرعه ولوحه الاعدادات والشاشه الوسطيه والتليفون والمالتي ميديا وحاجات كتير جدا. فوق الكلام ده كله بقى نلاقي كونسول الاضاءه، طبعا اضاءات ال دي هنا، فيها بقى ايه متطعمه كده بيانو بلاك، ومكان فتحه السقف وقفلها. فتحه السقف تكون طويله بس مش بتفتح كلها. يعتبر كده احنا لمينا بقى العربيه كلها من جوه وكمان من بره. طيب انظمه الامان والسلامه في العربيه ايه؟ العربيه واخده 5 نجوم في اختبارات الامان والسلامه الاوروبيه اليورون كاب. والعربيه يا جماعه اي اختبار بتعدي عليها بتعديها كلها، بتاخد فيها 5 نجوم بقى. عوامل امان قويه جدا في العربيه، 8 ايرباج واي بي اس واي بي دي واي اس بي، ده بالنسبه بقى للفرامل، ومساعده صعود المرتفعات وهبوط المنحدرات، وتحذير فتح الباب لو حد بقى جاي من ورا كده فمش شايفه يحذرك عشان ما يفتحش الباب، ومنع تصادم امامي، والتحكم في الجر وبريك اسيست. الواحد تعب بصراحه. انظمه امان قويه جدا وممتازه في العربيه. طيب اخبار العربيه ايه على الطريق؟ بص يا سيدي، عزل الموتور جوه المقصوره حلو جدا، صوت الموتور واطي مش هتسمعه للدرجه. مساحات الرؤيه في العربيه ممتازه، والمرايات بقى كبيره ونفق فتيس واطي، فطبعا بقى وانت قاعد بتسوق اللي قاعد وراك مش هيتعبك او مش هيضايقك، وانت ايه بتشوف بقى الطريق وراك. القوايم كمان مش هتعكسك، ولا ركوب في العربيه يعني هنا مرتفع. الشاشتين كمان مش هيعكسوك، ولا كمان بقى الشمس لما تضرب فيهم هيضربوا في وشك والكلام ده كله. وضع كمان الكرسي مريح جدا، وعزل الهواء في العربيه حلو، بس بعد بقى ال 120 هتسمع اصوات كده في المقصوره من جوه. تكييف العربيه طبعا ممتاز، خصوصا بقى مع خاصيه الديفيوز. عجله القياده التعامل بتاعها حلو جدا، والتوجيه بتاعها حلو، خفيفه وحلوه، بس طبعا بتتقل بقى مع زياده السرعه، وده طبعا موجود في كل العربيات بقى اللي فيها اداء رياضي. التعامل مع مطبات ممتاز، والفرامل كويسه جدا واستجابتها حلوه جدا، ونظام التعليق في العربيه حلو جدا. نظام تعليق بقى امامي ماكفيرسون، والخلفي بيكون مالتي لينك متعدد الوصلات، فنظام حلو جدا للتعليق. في بقى بقدر يقول سيكا كده في العربيه شويه تمايل بدن، طبعا ده موجود بقى في كل العربيات الاس يو في، فتخلي بالك. لكن هو يعتبر مش مقلق. في عربيات بقى بتكون اس يو في بيبقى تمايل البدن بتاعها مقلق. ثبات واتزان العربيه كويس جدا. التسارع بتاع العربيه بيكون في زمن 9 ثواني واحد من 10. الموتور اداؤه نشط وكويس جدا برده. الفتيس موفر في البنزين واداؤه مميز، بس الفتيس يا جماعه طبعا نقف عنده شويه. احنا قلنا برده في اول الفيديو ان الفتيس هنا هو مش اعتمادي، هو اداؤه مميز جدا وموفر في البنزين، بس مصاريف صيانته غاليه، بيتاثر بالزحمه والحر. لازم بقى تحاول تاخد بالك من حوار الكلاتشات بقى والكلام ده كله. سمعته في السوق بصراحه الفتيس ده مش حلو، خصوصا بقى الدراوي. يعني الموبايل يعتبر كويس شويه، اما الدراي مش حلو، بس هو بيديك بقى اداء رياضي بس مش اعتمادي. الفرامل كويسه جدا، ديسكات امامي بقى مهواه وخلفي مصمطه. العفشه متوسطه مش ناشفه، مش هيتعبك بقى في السفر. مساعات الصالون حلوه جدا. في برضه نقطه اخيره كده نسيناها بس حابين نتكلم عنها، ان عزل الازاز في العربيه او عزل الزجاج في العربيه حلو جدا. يعني ايه عربيه حضرتك بتسيبها في الشمس فتره، بترجع بقى تركبها تلاقي بقى ايه هتلسوعك من جوه كده من الفرش بقى، واي حاجه تلمسها يعتبر هتاذيك كده. لكن العربيه دي فيها يعني 50% من الكلام ده كله مش هتلاقيه. ليه؟ لان فيها عزل زجاجي بنسبه 50%. يعني برضه هتلاقي من جوه الكلام ده كله مش هيأذيك. فدي حاجه كويسه جدا طبعا بالنسبه للناس اللي بتركن عربياتها فترات طويله في الشمس. خلاصه الكلام بقى في العربيه كلها، تصميم جاحد مع ابعاد هايله، مع كمان تجهيزات كتيره جدا بره وجوه. مفيش بقى عربيه يعتبر فيها تجهيزات اكتر من كده. صالون واسع، تكييف ممتاز، عزل كويس جدا في العربيه. لكن نقطه برضو السعر عالي، خصوصا كمان مع الاوفر برايس. تلاقي العربيه ممكن توصل لرينج 3 مليون، فساعتها ممكن تلاقي حضرتك بقى محتار بينها وبين التيجوان. وبصراحه لو محتار بينها وبين التيجوان، لا التيجوان افضل. يعني عربيه بقى الماني والقصص بتاعتها دي كلها. والعربيه التيجوان برضو عملنا لها قبل كده ريفيو، تقدروا تتفرجوا عليها عشان تقارنوا بين العربيتين. وكمان بقى نقطه الفتيس الدي سي تي او الدول كلاش زي ما قلنا، سمعته مش حلوه. ده كان فيديو الحمد لله حاولنا نلم فيه العربيه كلها، يعني فيديو طويل، بس معلش بقى هو لازم نطول عشان نتكلم عن العربيه بشكل كامل.
وفي النهايه اتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، ولو عجب حضرتك بقى الفيديو دعمنا بلايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، ونقابل حضراتكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.